شفت عملوا ايه في المسجد علشان يمنعوا الناس تصلي فيه؟ شوف كده. السلام عليكم. دلوقتي بنناشد محافظ اسماعيليه، وبناشد وزير الداخليه، وبناشد كل واحد مسلم يعني في قلبه ذره رحمه. دلوقتي مسجد الصادق الامين في ارض جمعيات في الاسماعيليه. المسجد ده كانت الست صاحبه البيت متبرعه بيه تمام من 10 سنين. كان المسجد على الطوب الاحمر زي كده، كان حته خرابه مكان المسجد، واحنا عملناه وصرفنا عليه الحمد لله بالجهود الذاتيه بتاعت اهل المنطقه. تمام. ولسه دلوقتي الست جايه عايزه تاخد المسجد وعايزه تقفله، وكسرت الشباك بتاع المسجد من ورا زي ما حضرتك شايفين كده. كسرت الشباك من ورا دي لتاني مره، وغرقت المسجد ميه عشان المصلين ما يصلوش في المسجد، عشان تقفل المسجد بالشكل ده اهو. الميه مغرقه المسجد تمام عشان ما حدش يصلي وتقفل المسجد. ودي الواقعه اللي قبل كده اهي. يعني هي كانت متبرعه بيه ودلوقتي عايزه تقفله؟ هو دكان؟ وازاي تغرق بيت ربنا علشان تمنع الصلاه فيه؟ لو في حد من المكان يشرح لنا الوضع يا اخوانا ابعتها لهم.